اهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في القناه ديالي فيديو جديد اللي كنتمنى يعجبكم ان شاء الله. هذا الفيديو اللي هو هاد البريوش باللوز. ما كيحتاجش مقادير كثيره، ولا في الطريقه ديال باش نحضروه كيجي طريقه سهله وبسيطه وكيعطينا كميه كثيره اللي يمكن لك تحتفظي بها وتاكلي منها وتحطيه لضيافك، تحطيه لوليداتك، كيحمر الوجه، كيجي راقي جدا وسهل وزوين بزاف بزاف. وما غنحتاجوش شي مقادير اللي صعيبه. الطريقه كما غادي تشوفوا في الفيديو راه سهله ومقادير بسيطه. نبداو بسم الله على بركه. كناخذوا كيلو الا ربع ديال طحين الفورس، 3 تعبري بزلافه تعطيك كيلو الا ربع. كنديروا فيهم معلقه صغيره ديال الملحه، كنخلطوا بهذا الشكل هكا. كناخذوا 200 غرام ديال الزبده ديال الطوريق، ماشي الزبده العاديه، الزبده ديال الطوريق. غادي نحاولوا نخلطوها مع الطحين بهذا الشكل هكا. كنخدموا غير بيدينا. شحال من مره ما كنبغيش نخدم الماكينه العجانه، لانه هكا الخدمه ديالي كنفضلها على باش بالطريقه ديال العجانه، باش كتعرفي القياس اللي بغيتي. كنزيدوا عليها خماره بعد ما تخلط لينا الدقيق مع هذيك الزبده، بيضه ومعلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، خميره معجنه. غنجيبوا شويه ديال الماء، ما يكونش دافي، ما يكون غير بارد، حيت على حساب الزبده اللي بغيناها تبقى شويه شاده. كنخلطوا بهذه الطريقه، كنعجنوا بالطريقه العاديه التقليديه اللي كنعجنوا بها. كنبقاو بشوي شوي كنزيدوا. غنزيد دابا معلقه ديال العسل كبيره، معلقه ديال العسل يمكن لك تعوضيها بالسنيده او السكر كلاصي اللي متوفر عندك في البيت. وغنخلطوا نعجنوا العجينه، كنجمعوها مزيان ونحاولوا ندلكوها واحد شويه ماشي بزاف، لان بغينا ديك الزبده تعطي المفعول ديالها. بهذا الشكل هكا كنخليوها شويه قاصحه، ما نجيوهاش مرخيه بزاف، بين وبين، باش تجينا من بعد تجينا سهله. بعد كناخذوا زلافه ديال اللوز، نزيدوا عليه الزا فاني، يمكن لك تعوضي الزا بفاني تاع الزهر على حسب كل واحد المذاقات اللي كيبغي. غنزيدوا عليها واحد 80 غرام ديال الزبده، الزبده العاديه. غنزيدوا على هاد اللوز راه ما حمرناه ما والو، هكاك طحناه خضر وبالقشره ديالو، بغينا يعطينا المذاق ديال هذيك القشره ديالو. وغادي نخدموا بواحد شويه بالماكينه على هذا الشكل هذا. من بعد غنزيدوا عليهم واحد 3 معالق صغار ديال البخاليني، هذا اللي كنزيدوا عليهم البخاليني 3 معالق صغار. وغنديروا بيض ديال 2 البيضات، وغنعاودوا نخدموها شويه بالماكينه حتى ينسجموا لينا هذوك العناصر كاملين، وكتعطينا واحد العقده بحال هذا الشكل هذا. غنزيدوا عليها واحد الكاس الا ربع ديال السكر كلاصي باش تعاود تعلك لينا هذيك العقده اللي بغينا. يعني كتجي كتعطي داك كيزيد كيعلكها شويه. من بعد ما خمرات العجينه كما شفتوا امامكم، ها هي بهذه الطريقه الشكل اللي بغينا هو هذا هي. حصلنا عليه. غادي نحاول نقسمها على شكل كويرات. هاد الكويرات اللي غادي نقطعهم غنحاول نخدمهم بديا ما نقطعوا لا بقطع لا والو، كويرات صغار. غادي نحاول نديرهم كويرات في نفس القياس، يكونوا متساويين باش كتجينا قد قد. تقريبا الكويره فيها واحد 40 غرام هكاك 35 غرام، باش كتجيو غير صغيورين. ها هما كنقطعوهم حتى كنغطيوهم دائما ملي كنكونوا نخدموا في العجينه، كنغطيوها ببابي فين باش ما تيبسش لينا. كتربي واحد القشره رقيقه كتجي هذيك في الطكراس كتجينا يابسه. كناخذوا الزيت، ما غنديروا لا زبده لا والو، لان عاجينهم بالزبده الكافيه. غنقرصوا غير بالزيت واحد شويه باش ما تلصق ليناش العجينه. نحاولوا ندهنوا غير البلون طرافاي باش ما تلصقش لينا العجينه. واحد شويه هي اللي بغينا. شفتوا كما كتشوفوا، وكنتنيوها على شكل بزيطيم او على شكل مخده كما كنقولوا، اما مخده اما بزيطيم. كتجي مربعه وزوينه. ما هانتوما كنعاود شحال من مره باش تعاودوا بالنسبه للمبتدئات كيفهموا الطريقه. راه سهله وبسيطه. كنستمر بهذا الشكل هكا حتى كنكمل الكويرات اللي عندي، وغنعاود نوريكم كيفاش نعاود ثاني نعمروا فيهم هذيك العقده اللي خدمنا. دائما نغطيو بالبابي فين مع الزيت كما قلت لكم، كندهنوا بها غير شويه لانه فيه هو الزبده الكافيه اللي عجننا بها. ما غنحتاجوش نزيدوا الزبده باش نورقوا الطوريق، راه غادي تجي مورقه في الاخر ديالها ان شاء الله. وغادي تتابعوا معايا وتشوفوا كيفاش غادي يكون النتيجه اللي غادي نحصلوا عليها ملي غنكملوا. بعد ما سالينا الطبيخ غنغطيوهم دائما بابي فين. غنجيبوا طاوله درنا فيها واحد بابي كويسون قاعد ديال الطياب. الفران راه شعلناه دابا باش يسخن، يلا يجي معنا قد قد. الحراره اللي غنديرو في الفران دابا حاليا غنديرو فيه 160 بين ما نساليو هاد العماره.
عاد نجهدوا شويه الحراره حتى ل 250. كناخذ العقده، كنسرح هذيك العجينه كما كتشوفوا. كناخذ معلقه صغيره ديال العقده اللي خدمنا وكنديرها في الوسط، وكنعاود نسد عليها بحال شكل المخده، نفس الطريقه باش كنمشيو مخده او بزيطيم هكا عقلوا عليها. كنعاود الشكل، نعاود وحده اخرى تاني باش تعاودوا تفهموا. بالنسبه للناس المبتدئات، هذيك العقده اللي درنا كنحطها في الوسط، راه غادي طيب وغادي تاخذ البلاصه ديالها، ما تحتاجوش تسرحوها. البيض اللي خدمناها به والزبده والسكر هما اللي غادي يعطيوها واحد التعليكه اللي كتجي لذيذه وفتيه ومقرمشه، والمذاق رائع. ما نعاودش لكم كيفاش كتجي في الصراحه. اللي كنحطوهم كنحاولوا نخليو واحد شويه ديال الفرق بين البريوش والاخرى، تقريبا 2 سنتيم بيناتهم. القياس فين تعاود الى من الطيب كتزاد الحجم ديالها كما كتعرفوا. دائما كنخلي واحد شويه تاع بيناتهم. انا هذا الصف غندير فيه على حسب البريوش اللي عندنا، غنحاول ندير فيه 4 في هذا الصف. وكنستمروا بنفس الطريقه كما كتشوفوا امامكم. كنحاولوا نسرحوا العجينه في القياس، ما نسرحوهاش بزاف حتى كتدير حتى كترقق لينا بزاف. بغينا تبقى ديك يعطينا فيها دوك الطبقات ديال العجينه من بعد ما كطيب مع ديك الزبده، تعطينا دوك الطبقات. كنعاودوا نعمروا العقده في الوسط ونطويوها حتى كنساليو. كنبقاو بنفس الطريقه حتى كنساليو العجينه اللي عندنا. وكنجيبوا الصفر ديال البيض اللي احتفظنا به من الاول كما عرفتوا. خدمنا بالبيض، هو الاول اللي خدمنا به. هذاك الصفر اللي بقى احتفظنا به هو اللي غندهنوا به دابا البريوش باش ندخلوه الفران. كندهنوه مزيان. بالنسبه للتزيين ديالو اللي بغى يزيد رقائق اللوز او لا الزنجله او شي حاجه يزين به، انا غنخليه هكا. من بعد غتشوفوا كيفاش طريقه التزيين، الطريقه النهائيه. كندخلوه الفران، غادي نزيدوا شويه درجه الحراره وغنطفيو الفوقاني وغنخليو غير التحتاني حتى كطيب مزيان من التحت نحسوا بها تنفخات. عاد كنشعلوا الفوقاني باش تحمر لينا ويجينا متساويه. واحد الريحه طالعه منها ما نعاودش لكم مع داك البخار فاني كيعطيوها واحد المذاق زوين بزاف بزاف. بصراحه كنتمنى تجربوهم. الشكل النهائي ديال البريوش اللي صاوبنا هو هذا. ما تنساوش تابوناو في لاشين باش يوصلكم دائما الجديد. شكرا بزاف على لي كومونتير ديالكم زوينين، على التشجيعات ديالكم. شكرا جزيلا لكم، وما تنساوش تجربوهم، راه فعلا كيستحقوا. وبصحه وراحه لكم جميعا، وشكرا.